الكرام، وتحديدا إلى المقدم محي الدين عبد الكريم الزين قائد لواء القصير في الجيش السوري. مرحبا بك سيد المقدم مرة أخرى. سيد المقدم، الآن أو الأمم المتحدة سيقدم مسؤول المراقبين، بعثة المراقبين في الأمم المتحدة، ما هي السطور، ما هي الأشياء التي تتصورون أو تنتظرون أن تقدمها البعثة للأمم المتحدة هذا المساء؟ هذا سيدي مسلسل مكرر من قبل الأمم المتحدة، إنه مسلسل كل شهر تقوم باجتماع ويقوم الفيتو الروسي بإفشال أي قرار دولي، وهذا باتفاق تحت الطاولة بين هذه الدول المتآمرة على الشعوب. كل الأنظمة متآمرة على الشعوب سيدي. شكرا لك المقدم محي الدين عبد الكريم الزين قائد لواء القصير في الجيش السوري، كنت معنا من القصير من حمص عبر سكايب. أعود إلى دمشق. براء يوسف الصحفي والملازم المنشق كما قال من الجيش السوري. براء، يعني ما هي التطلعات، ماذا تنتظرون اليوم من الأمم المتحدة؟ وهناك احتمال للانتقال أو إدراج القضية السورية في الملف السابع في الأمم المتحدة، واحتمالات عسكرية واقتصادية كما يتضمن هذا الفصل. ما هي قراءتك للقادم في الأمم المتحدة في شأن الملف السوري؟ الكريم، الأمم المتحدة إذا أرادت أن تتصرف لكانت تصرفت منذ فترة طويلة في الشأن الإنساني السوري. نحن نتحدث باسم الإنسانية. الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأسد هي انتهاكات قد إلى الآن لم يتحققوا، قد حرف تحقيق إلى الآن لم يتحققوا، إن كانت قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية. جرائم قوات الأسد ترتقي إلى أعلى ذروة الجرائم ضد الإنسانية. ماذا يريدون لكي يتحققوا من أنها جرائم ضد الإنسانية؟ الأطفال قتلوا، الأطفال ذبحوا، الإنسانية، البراءة، قمة البراءة في الأطفال قتلوا، الرصاص المتفجر نجدها في رؤوس المواطنين الأبرياء الذين يخرجون في المظاهرات. ماذا تنتظر الأمم المتحدة لكي تقول أن نظام الأسد بات نظام معادل للإنسانية وعليهم إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية؟ نعم، أرجو أن تبقى معي براء. أعود إلى هادي العبد الله. هادي العبد الله في حمص، هل هناك تطورات، أخبار جديدة في موضوع القصف حتى الآن؟ وماذا يمكن أيضا، أجدد السؤال، أن تقدم بعثة الأمم المتحدة في تقرير مسؤولها الأول اليوم؟ نعم أخي الكريم محمد، لابد أن نركز إلى موضوع مهم أو أركز على موضوع مهم جدا في هذا السياق. للأسف فإن السيد مود والأمم المتحدة ككل تنظر إلى سوريا على أنه فيها ثلاثة أطراف للنزاع، هي النظام والجيش السوري الحر والمدنيين. هذا ما قرأناه من خلال تصريحاتهم الأخيرة. يجب أن يعلم كل العالم أن، وهذا يعني أصبح واضحا للعيان لمن أراد أن يتبصر قليلا، أنه في سوريا يوجد طرفين فقط للنزاع. الطرف الأول يضم الجيش السوري الحر والمدنيين في كفة، والطرف الثاني هو النظام السوري. النظام السوري يمارس إرهابه وقمعه اليومي بشكل ممنهج، ويرتكب مختلف أنواع الجرائم ضد المدنيين من جهة وضد أفراد الجيش السوري الحر من جهة. والدليل على ذلك هو الشهداء من الأطفال والنساء الذين قتلهم النظام المجرم طيلة الأيام الماضية. يوم أمس فقط كان هناك 12 شهيدا طفلا موثقين بالفيديو، ولم يذكر الإعلام السوري عنهم ولا كلمة واحدة. فلو افترضنا أن العصابات المسلحة المفترضة هي التي قتلتهم، لماذا لم يذكر الإعلام السوري أنه يوم أمس فقط قتل 12 طفلا؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الجيش السوري الحر هو الذي يدافع عن المدنيين بطلب من المدنيين، فالمدنيون سموا بجمعة كاملة جمعة الجيش السوري الحر يحميني. فنلاحظ أخي الكريم أن وزارة الخارجية السورية صرحت اليوم أنها تحاول ما استطاعت أن تجلي المدنيين من حمص من الأحياء المحاصرة. وللأسف يا أخي الكريم أننا منذ عدة أيام ونحن نحاول أن نخرج المدنيين، سواء يعني الجيش السوري الحر يخاطر بنفسه من أجل أن يخرج هؤلاء المدنيين خارج الأحياء المحاصرة، لكن قوات النظام تطلق النيران علينا. وقد استشهد عدد من المدنيين أثناء محاولة، يعني استشهد سيدة وطفل، بالإضافة إلى إصابة عدد كبير منهم بجراح أثناء محاولتنا إخراجهم من هذه الأحياء المحاصرة. والمراقبون الدوليون يعلمون ذلك، لأننا معهم خطوة بخطوة ونتصل بهم وقلنا لهم أنتم علقتم عملكم صحيح، لكن الموضوع هو موضوع إنساني بحت. هناك جرحى بحاجة إلى الإخراج من الأحياء المحاصرة، وإلا سوف يموتوا. فهم قالوا لا نستطيع أن نفعل لكم شيء في ظل استمرار القصف.
شكرا لك هادي العبد الله من عبر سكايب من حمص، الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية والمرصد السوري، يتحدث من أن باب عمر أيضا يتعرض لقصف الآن. شكرا لك أيضا براء يوسف البوشي الصحفي الميداني من دمشق والملازم السوري السابق المنشق. شكرا لك مشاهدينا الكرام. هكذا يبدو المشهد السوري حتى الآن. التغطية على الجزيرة مباشر مستمرة، ابقوا معنا. شكرا.